الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي من هذه الليالي المباركة، في هذه الليلة التي تقع في ليلة 20 لشهر رمضان المبارك لعام 1445 في برنامج في ضيافة الرحمن. نستضيف كل ليلة اسما من أسماء الله عز وجل ونتدارسه نحن إياكم عملا بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعملا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تحدثنا في الليالي الماضية عن بعض أسماء الله تبارك وتعالى، واليوم سنتحدث بمشيئة الله عن اسمين جليلين، وهما اسم العزيز والعليم مقترنان في كتاب الله عز وجل، وقد ورد هذين الاسمين الجليلين في كتاب الله عز وجل في ستة مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نستضيف ضيفين جليلين مباركين، فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الضيف الدائم، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الناهي أحد علماء اليمن وأحد الدعاة المبجلين. فأهلا وسهلا بالشيخين الجليلين. الدكتور حسن سلمان، أبدأ معك الحوار في هذه الليلة المباركة. الماحة سريعة في معنى الاسمين الجليلين، اسم العزيز واسم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. على مستوى الإفراد مررنا من قبل باسم العزيز، وذكرنا بأن هذا الاسم يدور حول القدرة والقوة، ولكن القدرة في كمالها وتمامها، والقوة في تمامها وكمالها، وكذلك فيه معنى الجلال، وفيه معنى العظمة، فيه معنى الكبرياء، فيه معنى عدم استطاعة أي شخص أو أي مخلوق من المخلوقات أو أي مؤثر من المؤثرات في أن يمنع الله سبحانه وتعالى مما يريد. فالله عز وجل اسم العزيز من الأسماء التي تتعلق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما كنا دائما نؤكد بأن الأسماء غالبا تدور بين الجلال والإكرام. فاسم العزيز على كل من أسماء الله تبارك وتعالى المتعلقة بجلاله وكماله وعظمته. والعليم هو يتعلق عموما بالعلم الذي عرفناه من قبل بأن إدراك الشيء على ما هو عليه أو إدراكه على حقيقته. فالله سبحانه وتعالى علمه ليست له بداية وليست له نهاية، فهو علمه أزلي أبدي، وبالتالي علمه يحيط بكل شيء، ولكن لا يحيط أحد بعلمه تبارك وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه جل جلاله. فهو كمال العلم، يعني كمال العلم أو كلي العلم جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالعزة ويتصف كذلك بالعلم. فعلى مستوى الإفراد ربما أشبعنا هذين الاسمين إلى بعض الشيء، لكن يأتي السياقات اليوم تقريبا في الاشتراك، لما يأتي هذان الاسمان في ختام السور، يأتي في ختام الآيات، لأنه أحيانا تأتي عليم لوحدها يختم بها الآيات، لكن العزيز العليم تقريبا هي يمكن أشرتم إليها الآن في الحديث. وكنا نقول بأن مسألة الاقتران غالبا إذا جاءت الأسماء المقترنة تضيف إلى بعضها
يعني تحمل الشيء المشترك، يعني العزة مع العلم. ودائما نلاحظ العزة قد يتوهم من يستمع كلمة العزيز عندما نقول بأنه يفعل ما يشاء وقدرته كاملة، قوته كاملة وعزته، ولله العزة جميعا. فقد يتوهم متوهم بأن هذه العزة فيها نوع من الإجحاف، فيها نوع من الظلم، فيها نوع من الانفلات، أو فيها نوع من عدم الدقة، وهكذا. يأتي الاسم الثاني لينفي أي ما يمكن أن يحصل من توهم في الاسم الأول. فلاحظ الآن اسم العزيز فيه القهر، الغلبة، القوة، القدرة، واسم العليم فيه أن ما يفعله الله سبحانه وتعالى بعزته وكماله وعظمته أيضا فيه العلم، كما يمكن تكلمنا قبل ذلك في العزيز الحكيم. فإذا كان العزة تقترن بالحكمة، كذلك العزة تقترن بإيه؟ بالعلم. فالله سبحانه وتعالى عزته عزة مقترنة بعلمه تبارك وتعالى. وبالتالي لما تقف مع الآيات على مستوى كل آية على حدة، تعطيك مؤشر عموما هذه الآيات بأنها تدور حول مسارين اثنين، والله أعلم. المسار الأول هو مسار الخلق، فتجد أن العزيز العليم يكون الآية تتحدث عن خلق الله تبارك وتعالى، أو عن مخلوقات الله، عظمتها، دقتها، قدرة الله سبحانه وتعالى في أفعاله في هذا الخلق. ونحن نعرف تماما بأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر. فأسماء الله كلها تقريبا تعمل في إطار الخلق وإطار الأمر. تجد عزة الله في خلقه وعزة الله في أمره، علم الله في خلقه وعلم الله في أمره وشرعه، وهكذا. لكن هنا الآن نلاحظ بأن نفس الطريقة الآيات التي وردت، تقريبا 6 آيات التي ختمت فيها بالعزيز الحكيم، تلاحظ بأن بعضها يتكلم عن الخلق، العزيز العليم، وبعضها يتكلم عن الحكم والشرع والقضاء. فكأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك والله في عالم الخلق يعمل قانون العزة والعلم، وفي عالم الشرع والحكم أيضا تعمل قاعدة العزة والعلم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ حسن على هذا البيان. دعني أقرأ هذه الآيات المباركات التي ختمت بها بهذين الاسمين الجليلين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وفي النمل قال: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وفي غافر: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فصلت: فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. دكتور محمد الناهي، نرحب بكم. حياكم الله شيخنا ودكتورنا الحبيب. بارك الله فيكم. شرفتم قناة سلام. الله يبارك فيكم. وهذه حقيقة يعني بادرة طيبة. نشكركم على قبول الدعوة. الله يبارك فيكم. دكتور، هذه الآيات التي تلوتها عليكم على ماذا يعني تشير، ولماذا ختمت بالعزيز العليم؟ سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. في لفتات جميلة كما سمعنا الآيات وكما ذكر الدكتور حفظه الله سبحانه وتعالى 6 آيات، وكأن هذه ال6 الآيات لو تمعن الإنسان فيها تأتي تتكلم عن قضية الخلق. أليس الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ نعم، عجبا. يعني كأنه ربط بين 6 أيام و6 آيات. يعني عجيب، يعني لفتة جميلة، يعني بين ال6 الآيات والست الأيام التي خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. آيات عظيمة يعني تدلك على هذا الكون كله، خلقه ونظمه وأبدع فيه كل هذا الشيء. هو العزيز العليم، يعني عزة وعلم وليس عزة وجهل.
أو عزة وقهر أو إلى غير ذلك. تجد عزيز عليم في قضية أيضا القضاء، يعني خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون كله، وأيضا مطلع الشمس ومغربها، يعني بدقة بعزة الله سبحانه وتعالى مع علمه، فلا اضطراب لهذا الكون يعني، ولا اضطراب للشمس. يعني أين تذهب؟ لما سئل بعضها أين ستذهب الشمس هذه، يعني طلوعها مغربها إلى غير ذلك من التساؤلات الذي يسألها الإنسان. ثم بعد ذلك أيضا لفتة جميلة بين إنزال الكتاب، وهو العزيز الحكيم. وها نحن هذا الشهر المبارك شهر أنزل فيه القرآن. يعني هذا الشهر، هذا الإنزال الذي الله سبحانه وتعالى ذكر الدكتور لفتة عظيمة، أنه ما هذه الآيات تتعلق بخلق الله، وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا كلامه وهو القرآن الكريم، لكن قد ربما بفعل الإنزال هذا الذي لفت انتباهي. أيضا حتى لا يتوهم الإنسان إذا كان يريد أن يكتسب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي العزة، لأن العزة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولله العزة جميعا. ثم يعقبها آيات أخرى لو تتبعناها لوجدنا أن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كيف يكون؟ هل هناك تناقض؟ يعني قد ربما يتساءل الإنسان هل هناك تناقض؟ يعني تكون العزة لله وكيف تكون لرسوله وللمؤمنين؟ فهذه عزة مختلقة. أما الصفة صفة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك. بدأ بالآية بيده الملك سبحانه وتعالى. نعم، فلذلك الله سبحانه وتعالى عزيز عن كل شيء. وقد ربما نحن لو لاحظنا في المجتمعات يقولون هذا عزيز نفس، يعني بهذه الجميلة. أيضا لفتة عظيمة تجدها بين العزة والعلم. العلم الله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، وهي رسالة لكل ملحد، رسالة لمن يدعي بأن كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون في 6 أيام. لأنه الإلحاد وموجة الإلحاد الآن مضطربة يعني، وخاصة الشباب في هذه الأيام واضطراباتهم مع الإلحاد وغيره. وبعضهم يقول لك أنا مثقف وأنا عندي عقلي كذا وعندي، وخاصة من الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا العلم، ماذا ستفعل؟ هل ستشكر الله سبحانه وتعالى بإداء الرسالة هذه المحمدية بأسماء الله وصفاته بألوهيته وربوبيته، أم أنك ولئن سألتهم من خلق السماوات، الكفار كانوا معترفين بأن الله الخالق للسماوات والأرض، وما ذلك عقبها بالعزيز العليم. لذلك لتنتبه أيها الملحد ويا من تسمع، حيث أن الإسلام ليس سماعا، لأنه بعض يظن أن الإسلام سماعا فيسمع من هذا لأنه لسانه ذو لسان جميل من أصحاب الإلحاد، ويعطيك بكلام معسول وكلام جميل، فتتوهم أنه ما شاء الله هذا مثقف. من هو المثقف؟ المثقف الذي يبدع ويحل المشاكل، يعني هنا مشكلة فيسعى إلى حلها، هذا المثقف. لا إن المثقف أخذ من هذا وأخذ من هذا ثم ادعى أنه عليم بذلك لينسى أو تناسى هذا الملحد أو هذا الذي ادعى أنه عليم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه وفوق كل ذي علم عليم. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا العلم فهو محدود. ولذلك من المحدودية أننا في العلم كلما علمنا بمسألة أصبحنا عالمين بها، جاهلين بغيرها حتى نتعلمها. هذا هي الأساس. يعني أنت الآن لما تكون جاهل بمسألة أخرى تعتبر لست عالما، فلما تتعلمها أصبحت عالما بهذه المسألة. لذلك أنت أيها الملحد يا من تدعي الثقافة وتدعي الإبداع وتدعي بأنك ليس هناك أعلم منك وليس هناك أثقف منك، فاعلم أن فوق كل ذي علم عليم. الله سبحانه وتعالى عليم بجميع هذه الأشياء، عليم بما سيقع وما سيكون في هذا الكون، عليم بما ستؤول إليه الأمور. ولذلك العزيز العليم لها يعني كم يتحدث الإنسان وكم يتكلم عن عزة الله سبحانه وتعالى. ودائما إذا أردنا العزة فلنطلبها من الله، سواء عزة المؤمنين ليس في قضية التمسك في الغرب والتمسك في اليهود والنصارى، رغم أن الله سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى.
فلذلك لما تعتز بهم أو تفتخر، أو حتى هذا الملحد يلحد ويدعي أنه اكتسب علمه من العلماء الغرب وغيره، تذكر أن العزة لله، فإذا أردت العزة وإذا أردت العلم فاطلبهما من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخ حسن، مفردة بعلمه وردت في القرآن 4 مرات، وهي آيات حقيقة يعني لو أنزلت على جبل لزلزلته. قال الله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يونس قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فاطر: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فصلت: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. تعليقكم؟ طبعا قبل أن أدخل إلى المفردة، في نقطة تمنيت لو الدكتور يعني مشى فيها أكثر، اللي هو ما نستفيده من الاسمين العزيز العليم، لأن نحن في النهاية موضوع الأسماء هذه يفترض أن يؤثر في حياتنا. نعم. ففي نقطة مهمة جدا ذكرها الدكتور، وهي قضية أن المسلم عندما يعلم أنه يستند إلى رب عزيز، نعم، فعليه يتوكل وبه يثق وإليه يتطلع وإياه يرجو وإياه يدعو، وبالتالي هو يدرك تماما بأن كل هذه المخلوقات أمام قوة العزيز التي يستند إليها فإنه لا يخشى شيء. أضيف أيضا: وكلما ازداد علما ازداد خشية. نعم. هذه مسألة لا بد أولا أن يدركها، وهو أنك عندما تدرك أنك تعبد الله العزيز لا أحد يذلك، والذلة الحقيقية هي ذلة القلوب. فإذا تعلق القلب بعزيز وأدرك أن ما قدره سيكون وما لم يقدره الله سبحانه لو اجتمعت الخلائق كلها لا أحد يكرهك على شيء، فإنك تستند إلى العزيز وتكون في كمال العزة. وهنا تأتي قضية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. النقطة الثانية مسألة العليم. أيضا العليم تكسبنا مسألة مهمة، أن مصدر العلم الحقيقي هو الله، وأن دون علم الله تبارك فهو جهل. يعني كل العلوم التي نتعلمها سواء كانت علوما طبيعية أو كانت علوما نقلية شرعية، فإن المصدر من هو؟ هو الله، هو الله جل جلاله. يعني كل الأشياء اللي الآن يتكلم بها هؤلاء الملاحدة والفلاسفة ويتصورون بأنهم يريدون من خلال العلم الذي جردوه عن خالقه جل جلاله، ويتصورون أنهم عرفوا شيء، الله عز وجل يعلمنا بأن والله الإنسان كلما تعلم شيء يدرك أنه لا زال جاهلا، ولذلك يطلب المزيد، وقل رب زدني علما. فنحن نذهب مباشرة إلى خلق الله لنقرأه بسم الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالإنسان عندما يدرك بأن الله هو العليم فإنه يستمد علمه من هذا المصدر، والعلم الذي يورث اليقين في مسيرتنا هو العلم عن الله والعلم بالله. يعني هذه هي التي تورثك اليقين وتورثك الثبات. ما عدا ذلك ستجد أنك في تخبط، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلا يقين للإنسان في حياته إلا إذا ارتكز على قاعدة العلم بالله والعلم بأمر الله سبحانه وتعالى. والناس في ذلك بطبيعة الحال، من الناس من يغرف من البحر ومنهم من يغرف غرفات على كل. فهكذا فنحن أهم ما نستفيده الآن من مسألة العزيز العليم هو أن المسلم عليه أن يتعبد الله بذلك، فهو يستند إلى العزيز
قوة وقدرة والتجاء وتوكلا وثقة بالله سبحانه وتعالى، ويذهب أيضا إلى العلم ليقول وقل رب زدني علما، فيظل دائما متصل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا في مسألة الآيات التي تلوتها جزاك الله خير، ستلاحظ بأن كلها تقريبا كلها تتكلم عن إما غيب سابق، وإما علم يتكشف لك الآن، وإما أمر مستقبلي تقريبا، وكلها سبحان الله بالنسبة إلى علم الله سواء، بالنسبة إلى علم الله سواء، لكن بالنسبة لنا نحن الأمر ليس كذلك. وهذه كانت واحدة من الإشكالات التي وقع فيها أهل الإشراك عندما أرادوا أن يجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن تضمن حقائق لم تتكشف لهم، لأن الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلم تكن الأرضية المعرفية بالنسبة لأهل الجاهلية في ذلك الوقت على الأقل لم تتكشف لهم كثير من الحقائق التي نراها اليوم نحن، حقائق مثل الآن دوران الشمس هذه، والشمس تجري لمستقر لها. اليوم صار الناس يتكلمون عن حركة الشمس وجريان الشمس وجريان الأرض، وكل في فلك يسبحون. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لولا أنه استمد هذا العلم من العليم جل جلاله؟ فالله عز وجل أعلمه بأشياء وكشف له أشياء، وفي قضايا تركها واختص سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذه القضايا الكبرى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها. فعلى كل هذه الآيات تعلمنا كيف نحن نستفيد من العلم الذي أخبر الله به جل جلاله، وهنالك من العلوم ما اختص الله بها وادخرها، وهنالك من العلوم ما تتكشف لنا مع الوقت ويرينا الله سبحانه وتعالى، وقد يكون حجب الآن عن زماننا أيضا بعض العلوم ليكشفها للآخرين الذين يأتون أيضا من بعدنا، وهكذا. فالإشكالية كلها في موضوع وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذه الإشكالية، أنه كثير من الناس لأنه لم يستطع أن يدرك حقائق ما ورد في القرآن، أو لم تتضح له الحكمة من يعني اليوم مثلا واحد دخل علي في الصفحة يناقشني في قضية إنه والله كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول في قضية أن الرجل إذا طلق زوجته 3 كيف يتزوجها شخص آخر ثم تعود إليه. هذه قضية غير متقبلة. لاحظ، فهو الآن يتصور بأنه ما شاء الله أتى بما لم يأتي به لكن الله عز وجل هو العليم، هو الحكيم، العليم بالنفوس، الخبير بها. فهو عندما يفرض على هذا الرجل الذي تساهل في أمر الطلاق إنه والله هذه المرة الثالثة لن نسمح لك بالعودة، فكأنما الله سبحانه وتعالى يريد الاستقرار في هذه العلاقة والاحترام المتبادل والتقدير والمسؤولية وكذا، وبالتالي يقول لك لا لن تقربها بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت زوج غيرها وكان ذاك أصلح لها فلتذهب معه، خلاص ملفك أنت يطوى. إذا كان والله ما نفع معها أيضا أنت في هذه الفترة تأخذ التجربة. فالله سبحانه وتعالى على كل في موضوع علم الله سبحانه وتعالى بالنفوس وعلمه بما ستؤول إليه أفعال العباد، كل ذلك ستلاحظه في هذه الآيات التي تلوتها جزاك الله خير. جميل. هذه نعود إلى الآيات 6 مرة أخرى، نجد أن 5 منها كلها تتحدث عن قدرة الله عز وجل في خلق الكون، في الكون وخلقه. نعم. ذكرنا وفي فالق الإصباح، نعم، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال لك والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. ثم قال لك فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بقي معنا آية واحدة وهي تنزيل القرآن. إن ربك يقضي إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، ما تخص بني إسرائيل. لماذا هنا رب العالمين سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببني إسرائيل وأنه يقضي بينهم بحكمه، ما ختم قال العزيز العليم. لنرجئ الكلام عن بني إسرائيل في نهاية الحلقة، ونتكلم هنا عن هذه الآيات
التي وكأنها تشير إلى عمق علم الله عز وجل، وأن علمه سبحانه وتعالى الذي ليس له بداية وليس له نهاية يعني يتبين واضحا من خلال هذه المخلوقات العظيمة: السماوات السبع، الأراضين، الشمس، القمر، الكواكب، النجوم. يعني حينما ربنا عز وجل يأمرنا أن نتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والآيات لقوم لأولي الألباب، آيات لأولي الألباب، وفي كثير من الآيات قوم يتفكرون. طيب، هنا يعني نريد من الشيخ الدكتور محمد الناهي أن يعلق ما الرابط بين العزيز العليم وبين هذه المخلوقات العظيمة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعليقكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا دائما. وفي لفتة جميلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب زدني علما، وقل ربي زدني علما. ما قال زدني مالا ولا جاها ولا منصبا، وإنما قال وقل ربي زدني علما. يعني لأنه لابد إذا كان من صفات الله سبحانه وتعالى العلم، لذلك يجب علينا أن نتعلم، يجب علينا أن نقرأ، يجب علينا أن نبحث، يجب علينا أن نتطلع وأن نطلب العلم ممن خلق السماوات والأرض. يعني وهذا شيء عجيب، أنك لابد أن تتعلم ما يفيدك في الدنيا ويفيد الآخرين. هذا مطلب أساسي، أنك يعني بهذا الأمر، وما يفيدك في الآخرة ينفعك في الآخرة، ما ينفعك من علم في الدنيا وما ينفعك في الآخرة. والأصل أيضا أن تتعلم علم ينفعك ويرجع المآل إلى ماذا؟ إلى الآخرة، لأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولفتة جميلة جدا في قضية خلق السماوات والأرض، عندما الله سبحانه وتعالى كما يقولون بأن عبادة التفكر عبادة منسية، عبادة منسية، أنسينا هذه الأشياء، لأنه بعض الأحيان من الله علينا بعلم، من الله علينا بعقل، من الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، فقد ربما اتخذنا هذه الوسائل وهذه المخلوقات والنعم ضد يعني الله سبحانه وتعالى والإلحاد وغيرها من هذه الأشياء، ولم ننسب لله سبحانه وتعالى العلم وغيرها. فلذلك أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، أن تتفكر بأن الله هو الذي فلق الأصباح، هو الذي أطلع الشمس، هو الذي جعل النجوم، هو الذي يعني كأنه لما الآيات تلاحظ عليها معناه أن الله ذو علم، ذو علم، والعلم يعني من الله. لما يخلق مثلا الشمس العظيمة التي فيها شيء كبير من النيران والوهج، مما يخرج منها ضوء يضيء للناس، منافع للناس. ولو اقتربت هذه الشمس ميلا واحدا، هذا عزيز قدير، يعني من القدرة، تقدير، يعني التقدير، معناه تقدير العزيز. نعم تقدير العزيز، تقدير العزيز العليم، وبعلمه دقة متناهية. نعم. وبعلمه سبحانه وتعالى يعني بهذا. لذلك الشمس والقمر، النجوم، الكواكب، الكون هذا كأنك تنظر، يقول لك لابد أيها الإنسان أنت خالقك الله سبحانه وتعالى هنا والشمس تجري لمستقر له، لذلك لابد أن ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، حتى عاد كالعريون قديم. هذه المنازل أيضا هل هي قدرت بغير علم أم قدرت بدقة وعلم بخبرة سابقة؟ كلها بخبرة ودقة، حتى أننا كيف سنعلم الشهور وقضية القضاء الأيام وغيرها إلا بمنازل القمر. صحيح. يعني لما يبدأ القمر والهلال وإلى أن يصل قمرا، هذا لتعلموا عدد السنين، شوف اللفظ شيء فصلناه تفصيلا، شوف اللفظ لتعلموا. نعم. عدد السنين، شوف بين الخلق وبين العلم. نعم. لذلك هكذا الآيات القرآنية. لذلك في نهاية الطلاق، في سورة الطلاق أظن قال: خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتلاحظ شوف كيف الربط بين الخلق وفي نفس الوقت السبب أنه ماذا يعني. أحد العلماء كان يسميها أن الكون كله حالة إظهار لأسماء الله. نعم. يعني قبل المخلوقات الله متصف بالصفات هذه، فالله اسمه الخالق قبل أن يخلق الخلق،
واسمه الباري قبل أن يبري البريء، واسمه العليم قبل أن، لكن ما الذي حصل؟ هذا الكون كله إظهار لأسماء الله. فلما ترى هذه المخلوقات يظهر لك صفة الخالق، صفة القدرة، صفة العزة، صفة العلم. ولذلك يربط الله سبحانه هذين الاسمين على وجه التحديد، اللي هو العزيز اللي فيها كمال القدرة، والعليم اللي فيها فعلا دقة التفاصيل، لأن لا يمكن لجاهل، جاهل بالتراكيب وجاهل بالمقادير، نعم، أن يحدث. وفي النهاية سبحان الله العزيز العليم تدور حول مفهوم القدر عند أهل السنة والجماعة أيضا. يعني ستلاحظ بأنه موضوع العلم، موضوع الكتابة، ثم الخلق. ستلاحظ أين يدور معها هذا المفهوم يعني. كذلك رب العالمين خلق الأرض، نعم، وفصل في خلقها سبحانه وتعالى فقال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قبلها طبعا قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذا كله علم. لا يمكن أن يخلق الأرض ويجعل فيها نبات ويجعل في هذا النبات أنواع وأشكال ويسقى بماء وأصناف، ولكن يسقى بماء واحد. تجد اختلافا، وأيضا تجد اختلاف في الطعم، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كما أن أيضا الإنسان خلق من الأرض، كذلك أيضا هو ألوان وهو أشكال، نعم، وهو طبائع، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعلم، إلا من جهة تملك علما عظيما. نعم. في نقطة أيضا مهمة جدا في موضوع خلق السماوات والأرض. الآن أنت عندما تأتي بمنطق الأحجام، الأرض تعتبر ذرة أمام خلق السماوات والأرض، شيء بسيط، نقطة. لكن ما الحكمة في أن الله يخلقها في 4 أيام والسماوات السبع في يومين؟ وهذه السماوات إلى الآن الناس محتارة فيها، يعني عالم السماوات أو عالم الناس، ولا يزالون يعني يلفون في سماء واحدة، لا زالوا في زينة السماوات، هم لا زالوا ويظنون أنهم قد أوتوا علما كثيرا. نعم. فهذه كلها حقيقة تجعل الإنسان فعلا يعني يتدبر، يعني يتفكر في هذه المخلوقات. والله سبحانه وتعالى تعبدنا بأمرين: تعبدنا بالتفكر في خلقه والتدبر في آياته الشرعية. فالله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. فالقرآن نحتاج إلى أن نتدبره لنعلم خفاياه، والخلق نحتاج إلى أن نتفكر فيه لنعرف خفاياه. وفي الأمرين سبحان الله أنت ستكون مع العزيز العليم في خلقه وفي أمره جل جلاله. صحيح. بالذات السماوات. نعم. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. بعدها ماذا قال؟ وليكون من الموقنين. نعم. ولذلك شوف اليقين. نعم. وهذه أيضا علاج فلذلك كان إبراهيم عليه السلام أحد أئمة أولي العزم من الرسل، لم يسبقه إلا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قوة إيمانه وقوة توكله على الله عز وجل. الله أكبر. صحيح. لذلك شيخنا الحبيب ودكتورنا الحبيب، لذلك ما هي الآثار من الاسم العزيز والعليم؟ فلا نغتر إذا كان عندنا علم أو وجدنا الإنسان حتى في الأرزاق. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم. ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لذلك لا تغتر بعلمك، لأنه فوق كل ذي علم عليم، والعزيز موجود. وهذا يجرنا إلى قصة موسى عليه السلام مع الخضر. نعم. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى: موسى لا أعلم أحدا أعلم مني. أي نعم. فقال الله عز وجل: لا، هناك من هو أعلم منك. درس لموسى سبحان الله. حتى موسى عليه السلام كليم الله وصاحب جاه، وكان عند الله وجيها، وكان يحبه الله عز وجل ولتصنع على عينه.
ما أوتي موسى من الخير والفضل أعتقد لا حتى الأنبياء لم يؤتوا، لم يصلوا به، ولذلك يسمى كليم الله موسى. ومع ذلك لما قال لا أظن أحدا أعلم مني ولم يقل وهو رسول زمانه، رسول زمانه، لكن خفيت عليه كان مفترض أن يقول أن ملك الله عز وجل وما يجريه من خفايا ليس بلازم أن تكون كلها عندك كرسول. نعم سبحان الله. ولا بد من التفرقة أيضا في أمور الدنيا. يكون قد ربما الأنبياء ليس لديهم علم في الأمور الدنيا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى الوحي إن هو إلا وحي يوحى. من ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بتأبير النخل في المدينة. قال أنتم أدرى بأمور أنتم أدرى. ولذلك من هذه اللفتة من قضية العلم لابد أن يحترم العلماء، يحترم أصحاب التخصص. نعم. يعني في العلم لابد أن يحترم أصحاب هذه التخصص، ولا بد أن يكون لدينا آثار مترتبة من هذا العلم. هذا العلم الذي نتعلمه هل يزيدنا قربا وخشية من الله سبحانه وتعالى أم غرورا وتكبر؟ يعني لابد أن تفهم أن كلما تعلمت كلما اقتربت من معرفة الله سبحانه وتعالى وازددت خشية. يعني أكثركم علما أكثركم خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف مسألة العلم، وهذا ذكرناه أكثر من مرة شيخ حسن في أسماء سابقة. أي عالم تجرد قلبه عن الهوى ووقف على علم الله عز وجل لا بد أن يخشع قلبه وأن يخضع أنفه لله عز وجل. خليها. ربنا عز وجل يقول: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذه الآية الكريمة هي تعطي إشارات لعلوم الدنيا. فإذا قال ربنا عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، السماء هو علم الفلك، الماء والثمار هو علم الزراعة والنبات، ومن الجبال جدد بيض هذا علم الجيولوجيا، المعادن أيضا والمعادن والحديد لأنه كلها ومن الناس هذا الطب، والدواب هذا علوم البيطرة، والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله ما من طبيب ولا عالم جيولوجيا ولا عالم فلك ولا عالم تجرد قلبه عن الهوى وعن الكبر وإلا خضع لله عز وجل. لما نقرأ هذه الآية ونقرأ آية الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. معرفة سبحان الله يا شيخ برهان. حتى العلماء أنت ما ذكرت اللفتة العذيبة أنهم يتجردون حتى من قضية السؤال لا أعلم. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وكثير من الأئمة كانوا يسألوا، يأتوا أصحاب الحج من الشام من العراق من هذا يسألونه ب36 ب40 مسألة، يجاوب على 4 والبقية يقول لا أعلم يقول أتيناه يعني وأنت تمكن لا تعلم أما تستحي؟ قال أما تستحي الملائكة حين سألها الله سبحانه وتعالى وقالوا لا علم لنا إلا ما علم. ولذلك هذه قاعدة أساسية: لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا. نعم سبحان فهذه أساسية. وسبحان الله من قال لا علم لنا إلا ما علمتنا آتاه الله علما إلهامات ربنا أي ما لم يكن في البال. عجيب. يعني إعادة العلم لله سبحانه والتواضع له والاعتراف بهذا وأن العلم هو الخشية. فإذا أنت كنت في مقام وسئلت فقلت لا أعلم، الله أعلم وعلم آدم الأسماء كلها. يتيك الله. هاي تربينا عليها من مشايخنا جزاهم الله خير. قالوا يعني لا تحرج أن تقول لا أعلم في مسألتي،
أبدا، قل لا أعلم، الله أعلم، فإن هذا يؤدي بك إلى أن يؤتيك الله علما ما لم تكن تعلم. هذه قضية مهمة، لكن أيضا رسالة قضيتنا هذه رسالة يا شيخ برهان دكتور، رسالة لأهل العلم أيضا، أنه لما لا تكون عندك تلاميذ فيسألك تلميذ من تلاميذ أنت تقحم نفسك في الإجابة وقد ربما تكون على خطأ، فما مانع أن تقول لا علم، لا تربية يعني حتى في هذه المسائل. لذلك هذه رسالة لنا جميعا أن نتواضع، أن نعترف بأننا أهل علم ومع ذلك جهلاء بغيره حتى نتعلم يعني بهذا. على كل حال ما شبعنا من هذا الاسم العظيم، الله اسم العليم والمقترن بالعزة والقوة. فربنا سبحانه وتعالى عزيز وعليم، ومن عزته خلق هذه المخلوقات العظيمة. يعني أنت لما تشوف جبال هملايا، لو وقفت أيضا في الآية إن ربك يقضي بينهم، لأن نحن الآن تكلمنا في الخلق وأيضا في العلوم الشرعية. سبحان الله موضوع قضاء الله تبارك وتعالى اللي هو موضوع بني إسرائيل. نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين يختلفون. أيوة. بعدها ختم إن ربك يقضي بينهم بالعدل. والقضاء شيخنا يتطلب الصفتين، صفة العزة وصفة العلم. فالقاضي الجاهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنة. نعم. فأنت مطالب أن تكون عالما بما تقضي به، عالم بالحكم وعالم بالوقائع وعالم حال المستفتي. نعم. أيضا فتح الله عليك. وفي نفس الوقت أيضا هل والله قضاؤك هذا الذي ستقضي به قادر على تنفيذه، ولا أنت زيك وزي أي شخص في الشارع؟ من أين تكتسب هيبة القاضي؟ أن وراه سلطة وراه عزة. فالعزيز سبحان الله كما تكلمنا فيها في خلق الله أيضا في قضائه. إن الله لا يقضي، الله يقضي وخصوصا يوم القيامة عندما يقضي بين الخلائق بعزته وعلمه. لا أحد سبحان الله معناته قادر أن يعاقب. أيوة. قادر أن ينفذ حكمه، ينفذ حكم، سواء كان حكم فيه نعم. قضاء عقوبة. أيوة. أو فيه نعم. وهذه هي وجه الآية التي ذكرناها من قوله تعالى نعم. حتى والمؤمنون والمؤمنات أيوة. أولياء بعض. نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هي نعم. لماذا ختمت بالعزة والحكمة؟ فكان هذا هو التوجيه. نعم. أنه سبحانه وتعالى لديه القدرة لأن يعطيهم هذه الرحمة التي قضى لهم بها. الله أكبر. مش قضى لهم قال إن سيرحمهم أولئك سيرحمهم الله. من الذي سيعطيهم هذا هو. وهنا أيضا ولذلك سبحان الله اقتران الصفتين مع بعضهم البعض هو منتهى الكمال، لأنه قد يكون الإنسان عزيزا مع جهل. نعم. وقد يكون عليما مع العجز. فليست ليست صفة مدح عندما تكون عالم ولكن ليست لك ما شاء الله يعني. وللأسف الآن هذا الحاصل في واقعنا المعاصر. طيب بقي معنا الآية الكريمة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حتى نختم بها. نعم. لماذا هنا أيضا وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز العليم في تنزيل كتابه؟ دكتور محمد الناهي ماذا تقرأ فيها؟ أنا أقرأ فيها التنزيل سبحان الله نزل منجما. نعم. ونزل حسب الأحداث والوقائع، وهذا من عزته وعلمه. نعم. سبحان الله لما ينزل القرآن على حادثة حدثت وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي. يعني هذا الآن ماذا تقتضي؟ هذه تحتاج منك عزة أن تستمد من الله، وتحتاج علم لأنه حادثة حدثت. وهذه الحادث كم أحداث حصلت سواء في العلوم الشرعية سواء في الأحداث التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من عزته أنه أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء وأنزله مفرقا على الأرض بحسب الوقائع والأحداث. ومع ذلك لا بد من تنزيل هذا القرآن الكريم على أحداث ووقائع لتعلم أن العزة لله، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بهذه الوقائع التي وقعت، وهذه الأسئلة التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونك. فلما يسألك أنت بحاجة إلى العلم، والعلم من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ومتى يأتي العلم؟ عندما يتنزل الوحي. يا سلام. يضاف إليها أن التنزيل فيه عملية الإعجاز. الله سبحانه وتعالى لما أنزل الكتاب أنزل معه البينات، بينات الكتاب. بينات الكتاب
ترقم الناس على الإيمان من ناحية من حيث منطقيتها وقدرتها وقوتها. فالكتاب فيه العزة أن الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة. إن أراد الله سبحانه أن يهديهم جميعا لهداهم بعزته، لكن ترك لهم وبعلمه، لكن الله سبحانه ترك لهم هذه المسألة دون أن يأخذهم بآية من آياته. وإلا الله سبحانه وتعالى لو أراد أن ينزل عليهم آية لظلت أعناقهم لها خاضعين بعزته جل جلاله. فالكتاب ارتباطه بالعزة والعلم فيها أيضا هذا المعنى اللي هو موضوع الإعجاز الذي يخضع له الكل، يخضع الكل لعزته. مثل الآن الآية التي تلوتها في موضوع قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. وأيضا في قضية ولو قطعت يعني مثلا في قوله تعالى يعني قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون به. من هذه العزة فيه عزة، ومن هذه العلم، ولذلك إلى يوم القيامة فأتوا يعني إلى يوم القيامة تجتمع الإنس ويجتمع تحداهم ب10 صور. نعم. تحداهم بسورة واحدة. نعم. ثم تحداهم بآية. نعم. قال ولم يتحداهم بكلمة لأن احتمال أن يأتوا بها. سبحان الله. أيضا هذا استنادا، فهذه سبحان الله العزيز اقترانها بالتنزيل مسألة فيها حكمة عظيمة جدا. إضافة عجيبة يعني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيد، ولذلك أي نبي يرسله الله سبحانه وتعالى يؤيده بمعجزة كما ذكرت. فموسى عليه السلام اشتهر قومه بماذا؟ بالسحر. فأتى الله سبحانه وتعالى وأيده بالعصا وباليد ما يكسر. نعم. عيسى عليه السلام اشتهر قومه بالطب فأيده الله. فكأن هذه كانت عزته. نعم. أن عزة النبي عليه السلام وقوته في هذا القرآن الكريم. فلذلك لما كفار قريش كانوا أهل فصاحة، يعني الأمية ما يعجز الإنسان يعجز أن يقف أمام آية الله. يعني تأتي عصا موسى تبتلع كل شيء، فهذه آية. نعم. يعني من هذه الآية؟ من العزيز العليم نعم. سبحانه وتعالى. فلذلك بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا من استطعتم. نعم. سبحان الله يعني. فلذلك ولن تفعلوا مثل الآية. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم. هنا القوة يعني. ولن تفعل، ما تستطيع تساوي. لذلك كفار قريش لما اشتهروا بالفصاحة وكانوا أدرى. ويقول لك لما كان بعض كفار قريش يحرضون القوم ويقول انتبهوا تسمعوا كأنه ساحر يسحر فكان بعضهم يضع الكرسي فالقطر مؤثر على جدا فيؤثر. قال له حتى أحدهم من كفار عزيز يدخل الفصاحة ويعلم الشعر من نثره وقصيده، بل من عزته أنه يدخل حتى في قلوب الكفار الذين لا يفهمون القرآن الكريم. سبحان الله. نعم. هذا الإعجاز الوجداني، هذا شيء عجيب. هذا الإعجاز الوجداني والله له علاقة سبحان الله ليس بالعقل. على كل حال انتهى وقت البرنامج ولم نشبع حقيقة من هذين الاسمين الجليلين العظيمين. المشاهدين الأكارم، صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وفهم كتابه والعمل به، وأن يزيدنا من فضله وكرمه وأن يعيننا وأن يزيدنا علما وبهاء وكرما منه وفضلا سبحانه وتعالى. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخين الجليلين الدكتور حسن سلمان الضيف الدائم وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الناهي نور شاشتنا اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم، كما أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وكذلك أشكر الإخوة القائمين على هذا العمل في الكنترول من وراء الشاشات. بارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.